حسيت إن أيام طفولتك كانت طويلة قوي لكن دلوقتي بتمر بسرعة كأنها ثانية؟ طب هو ليه إحساسنا بالزمن بيتغير وإحنا بنكبر؟ القصة مش بس في إحساسنا، دي كمان في دماغنا. دي ابسود 14 من سلسلة العلم بيقول إيه؟ كل تلات الساعة 3. لما كنت طفل كان الوقت كأنه ملوش نهاية، الأجازة الصيفية كانت بتستمر للأبد واللحظات الحلوة كانت بتطول أكتر من اللازم. بس لما كبرت ايام بقت بتجري بسرعه قوي، حتى الاسبوع بيعدي كانه لسه بيبتدي. العلم بقى ليه بيحصل ده؟ لانه مرتبط بتغيرات في الدماغ وطريقه معالجته للوقت. الدماغ عند الطفل بيكون في حاله نمو مستمره وكل لحظه جديده بتكون مليانه خبرات وتفاصيل جديده. عشان كده وقت الطفل بيبان اطول، ان دماغه بيشغل كل الموارد المعالجه في اللحظه دي ويخزن كميه كبيره جدا من الذكريات. لكن لما بنكبر الدماغ بيتعود على المواقف المتكرره ويقلل من التركيز على التفاصيل الجديده. يعني لو نفس الروتين بيتكرر كتير دماغنا بيبدأ يقلل من وقت المعالجة بتاعه، ده بيخلي إحساس الوقت يمر أسرع. كمان العلماء لقوا إن سرعة نبضات الدماغ البرين ويفز بتأثر على إحساسنا بالوقت، ومع تقدم العمر بعض نشاطات الدماغ بتتباطأ، ده بيغير الطريقة اللي بنحسب بيها الوقت جوه دماغنا. وفي دراسة اتعملت 2010 بينت إن القشرة الأمامية للدماغ والهايبوكامبوس بيقل نشاطهم مع الوقت، وده بيأثر على إدراكنا للتفاصيل الزمنية، وبنفقد شوية من قدرتنا على الاحتفاظ بالذكريات التفصيلية اللي هي أصلا السبب في تحسب الزمن. وفي نفس الوقت كمية الذكريات الجديدة بتقل مع الوقت، بالتالي دماغنا بيشوف ان الايام بتعدي بسرعه. في تجارب تانية لما طلبوا من كبار السن انهم يجربوا تجارب جديده بتفاصيل مختلفه لاحظوا انهم حسوا ان الوقت طلع ابطا شويه، وده بيأكد ان التجدد والخبره الجديد بيبطئوا احساس الوقت. اذا العمر مش بس بيغير جسمنا لكن كمان بيغير ازاي بنحس بالزمن، ده بسبب اختلاف كيفيه عمل الدماغ بمرور الوقت. في النهايه كلنا عارفين ان الزمن مش ثابت، بيتغير مع تغيير الوقت، احساسنا بيه بيتغير مع تجاربنا وعمرنا. دماغنا هو اللي بيصنع لنا الزمن اللي احنا بنعيشه. خطوة جديدة، درس جديد، واحنا دايما مع بعض في رحلة المعرفة.